الموضوع بدا في نص الليل. راجلي مرضو بزاف، ما كنت عارفة ما ندير، ونص الليل لو انا غير بوحدي. حنا في ديك العمارة كان عندنا واحد الجار ساكن تحت منا. مشيت كنجري وانا نطق عليه. فاش طقيت السيد خرج، قلت ليه عافاك عاوني. قال لي ياك لاباس؟ قلت له راجلي مريض وصفف وما عرفت ما ندير ليه. قال لي صافي انا جاي نسد الباب ونتبعك. طلعت لداري ما كاينش 5 دقائق، السيد لبس حوايجو سد دارو تبعني. هزيناه وديناه للسبيطار، قالوا لينا هذا ضروري خصو ينعس. وانا كنت كنتسنى تما. قال لي لا راه ما خصكش تبقاي، راه مراته بقي معاه. سينا لداك حتى الصباح وشي عنده. رجعت انا وجاري للدار. فاش وصلنا للعمارة، بحكم انا ساكنه فوق هاد السيد طبق لي الفوق. قال لي واش شنو وصلك؟ قلت ليه لا صافي شكرا غادي نطلع بوحدي. وانا طالعه في الدرج جاتني الدوخه مع داك العيا والخلعه. السيد قال لي تسنى نطلعك حتى لدارك، راه كتباني عيانه بزاف. عطيتو الساروت في يديه، طلعني لداري، حل لي الباب وجلسني على الكرسي. مشى للكوزينه جاب لي الماء بسكر، قال لي شربيهم وتهدني ولو ما يكون عنده بس راه غادي يكون بخير. قلت لي صافي انت دابا غير هبط لدارك وارتاح، الليل كله انت معاون معانا وواقف معانا تكون عييتي. قال لي لا ماشي مشكل. المهم قال لي انا غادي ننزل، الوقت اللي احتاجيتني عيطي ليا نجي عندك وفي الوقت، بلا ما تحشمي بلا ما تردي. قلت لي صافي الله يكتر خيرك. السيد وهو خارج قال لي صافي الصباح بكري غادي ندوز لعندك باش نتيك عند راجلك. في الوقت اللي كان كيقولها لي كيشوف فيها واحد الطريقه جديده. هذا جرنو كنعرفو، واخا ما كانش عندنا شي احتكاك به لكن كنعرفو. معمول دار في ديك الشوفات. قلت مع راسي يمكن غير كنتخايل، عيب وحشومه، السيد ما دار فينا على الخير، ما نظن فيه شي حاجه خايبه. من بعد هذاك النهار او هذيك الليله تغيرت حياتي وبزاف. الحاله ديال راجلي بدات كتحسن، وجارنا ولا صديق مقرب لينا وبزاف، ولا كيجي عندنا ديما. لدرجة بعض المرات كيبقى سهران مع راجلي حتى نص الليل عاد كيهبط لدارو، ولا قريب منا بزاف. يعتبر جزء من العائلة، ما كيتفارقش مع راجلي وديما عندنا في الدار. ودوك النظرات ديالو غير ما كيزيدو. في الاول كنت كيحسب بيا غير عادي، ولكن مع الوقت تيقنت. ما نكذبش وما نكرش ان مع الوقت حتى انا بديت كنبان في الشوفات. ما عرفتش كيفاش حتى وقع. وكنقول مع راسي لا حشومه انا مرا مزوجه وراجلي ما مفسرش خاطري واي حاجه يعني كنطلبها كيحضرها، وما عمرو دار معايا شي حاجه ماشي هي هذيك. هادشي اللي كندير فيه ما مزيانش. وهاد التصرفات اللي انا فيها ماشي ديال بنات الناس وبنات الاصل، لكن هادشي كله ملي كنقولو كنرجعتني الافكار الاولى وكنلقى راسي كنفكر بلا ما نقصد. واحد النهار وراجلي بيت في الخدمه، وانا جالسه بوحدي في الدار، وعندي بنت وحده صغيره كانت في داك الوقت ناعسه. سمعت دقان في الباب، مشيت تحت لقيت جارنا وبنفس الشوفات اللي كانت متبادله بيناتنا. ودخل. انا قبل ما نتزوج براجلي كنت عايشه في دارنا بخير، كنت زوينه بزاف وعمري داك الوقت 25 سنه. ملي كملت 26 تزوجت زواج تقليدي وعادي. سيد كان محترم وولد الناس وما فيه حتى شي حاجه تعب. في الاول كنا ساكنين مع دارهم، الامور كانت مزيان وبخير وما خصنا حتى شي خير. حتى تزوج خوه الصغير عاد بدات المشاكل. الضد على والو، انت ديري هادي وانا ما نديرش هادي. المهم مرات لوسي كان فيها بزاف ديال المشاكل وما نكرش حتى انا ما كنت سهله. اللي دارت عليا كنعاود ردها عليها بعشرة. وانا ديما كنت كنقول راجلي ضروري خصني نسكن بوحدي. هو كان كيقول لي ماشي في تعطي نكري، انا راه ما عنديش وانت راكي عارفه الظروف. لكن ملي ما وصلنا حتى شي حل باننا نعيشو مرتاحين ومسالمين في هذيك الدار كلنا مجموعين، صافي راجلي اقتنع بالفكره ديالي. ما بقيتش مستحنه ديك العيشه ولا قادره عليها، قلت راجلي نمشيو لاي بلاصه. راجلي كان كيقول لي انا ما كنخلص حتى شي حاجه وجالس في الملك ديالنا ونوض نقلب على الكرا. وقلت له ماشي شغلي، المهم تخرجني من هاد الدار. قال لي في الاول راه انا ما قادرش على الكرا وانت عارفه هادشي وظروفي راه ما كتسمحش ليا. انا كنت كنجاوبهم ماشي شغلي ودبر راسك وتصرف وانت راشي. المهم بقيت كنضغط عليه ومصمم على الرأي ديالي حتى وافق، وكرا ليا واحد البارتمون في واحد العمارة ما بعيداش بزاف على دارهم، تقريبا بواحد الساعة.
وهاد الشي كان بالنسبة ليا مريح بزاف. ساعة ما بيناتنا بالنسبة ليا كافية باش نتهنى منهم والمشاكل ديالهم الصداع ديالهم ما كيتقاداش. هي فعلا الحياة ديالنا كانت صعيبة بزاف وكنكملو داك الشهر غير بزز. كانت عندنا بنت وحدة وكنا مضطرين أنا ما نزيدوش في الولاد على الأقل في الوقت الحالي بسبب المشاكل الصحية اللي كيعاني منها راجلي. ومن ضمن هاد المشاكل الصحية عنده السكر، وهاد الشي مأثر على الحياة الزوجية بيناتنا. ما كناش وافدين راحتنا بالشكل الطبيعي اللي كنا موالفينه، واللي كنقول مع راسي انا بحالي ما مزوجاش، غير محسوبه مزوجه وصافي. وجارنا جا في وقته، والشيطان هيئ ليا بزاف ديال الافكار اللي كنت كنشوف في داك الوقت سهله، وان اي حاجه دار ما غادي يوقع حتى شي مشكل. صراحه راجلي كان محترم بزاف ولد الناس وما عمرو دار ليا شي حاجه خايبه، لكن انا اللي ما كنتش مزيانه وما لاقي حتى شي مبرر مقنع ليه نبرر بيه هادشي اللي انا وصلت ليه دابا. اللي وصلت ليه انني دخلت لحياتي واحد الشخص ما يستاهلش انني ندمر حياتي وداري على قبله، وفي نفس الوقت خسرت بزاف ديال الحوايج ومن اهمهم بنتي اللي ما قادراش نرجعها لعندي. وهاد الشي بدا نهار مرض راجلي بالليل ومشيت كنستنشد بجارنا حيت عائلته بعيده كيف قلت بواحد الساعه ديال المدينه، وفي نفس الوقت انا ما كنتفاهمش معاهم. ما لقيت قدامي حتى شي حد ان داك جارنا اللي كان ساكن معنا في العماره كانت تبقى لي لتحت منا، ومشيت كنجري لعندو. بعد ما عاوني وراجلي ولا بخير وخرج من السبيطار قال لي شوفي دارو نمشيو عند هاد الشهر ونشكرو على هادشي اللي دار معانا. وانا قبل ما نمشي عارفه اشنو كيدور غير من الشوفات بيني وبين جاري. راجلي مسكين ما على بالو والو. مشينا عند الشهر وبقينا كنشكرو فيه على داكشي اللي دار معانا وكنهضرو ونضحكو شويه. ويقول لي جارنا نوضي الكوزينه وشتي لينا شي حاجه، الدار دارك انت راه ماشي شي وحده غريبه. جاوب راجلي وقال ليه عندك الصح حنا ماشي الرب حنا خوت. هو يقول لي نوضي وشتي لينا شي حاجه، ولا طري من راجلي بزاف بحال اخوه ولا واحد من العائله، وكان كيثيق فيه كتر من راسو وكيقول لي هذا راه خويا ودار معايا اللي ما داروش معايا عائلتي. وظاهريا جارنا بدا كيتصرف على انه الصديق الوفي والاخ لراجلي، ولكن في الاصل ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء. وبحكم الخدمه ديال راجلي مره كيكون بالليل مره بالنهار، هذاك النهار بالضبط او هذيك الليله كان راجلي خدام بالليل وكان كيثيق فيا واحد الثقه كبيره. وديك الليله بالضبط قال لهم السيد اللي هو مكلف بيهم الباترون قال لهم هاد النهار غادي تمشوا بكري. واحد صحاب راجلي في الخدمه كيضحك معاه قال لي دابا غادي نخرجوا بكري، عيط للمريضه يوجدوا لك شي عشاء مزيان. هو يقول ليه انت باقي ما كتفهمش المفاجآت، غادي نديرها لهم مفاجأة. وهذاك النهار كان جا عندي جاري ودق عليا ودخلته، وملي دخل ما حسناش بالوقت